السلام عليكم الاخوان المتابعين. كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى المشاهدات وعلى البارطاج وعلى اللايك ديالكم. هاد الحلقه غادي نخصها على الاحداث اللي واقعه في فلسطين. كلنا كيعرف هاد الايامات تقريبا اكثر من 10 ايام هادي الحرب على غزه وعلى فلسطينيين. يعني ممكن نحطوا واحد لي سيناريو ديال هاد الحرب اللي هي راه باديه. ممكن نقولوا عليها انها حرب يعني الاولى من نوعها في الشرق الاوسط، اللي غادي ممكن توسع. يعني كما عرفنا انها دخلت بارجة ديال الامريكان، يعني صيفطتها. وهنا هاد الحلف اللي ما بين الامريكان واسرائيل والدول اللي بغات دير يعني دولة صحة كما تيقولوا المغرب صحة بغات ديرها لإسرائيل. هنايا يمكن لينا نطرحو غير واحد التساؤل، هو علاش بالذات الامريكان بغات دير هاد الدولة وما همهاش يعني على حساب من بغات ديرها. لكن ما كتشوفوا امريكان يعني في جوج القرارات ديالها تتأيد يعني إسرائيل وتتأيد اليهود. هاد التأييد ماشي هو اعتباطي، يعني هاد الناس اللي كيأيدوا سواء أوروبيين سواء مختلف دول العالم تأيدوا يعني الإسرائيليين رغم المجازر المرتكبة في حق غزة وفي حق الفلسطينيين كنلقاوها دائما واقفة جنبهم. هنا ممكن نقول لكم يعني أن أمريكان كامل يهود دون استثناء. لجينا الكونغرس الأمريكي يعني كيتألف من يهود، لجينا الأغلب دول رؤساء العالم يهود، حتى التجارة شادينها اليهود، وكذلك الإعلام اليهود. يعني هاد العناصر هما باش يعني شادين العالم. وهنا كاينه فرضيات ديال ان الا غادي تكون شي حرب يعني ممكن نديرها ديال الحرب بحال الحرب العالميه الثالثه. اذا كانت راه كاين واحد السيناريو ديال ان ايران غادي تكون هي مشاركه، وروسيا كذلك. هذا القطب اللي ربما بغى يرد الهيبه ديالو غادي يرد يعني تا هو الكلمه ديالو في الوزن العالمي. يعني هاد ممكن نقولوا هاد التحالف اللي غادي يتشكل ما هو الا غادي يكون بادرة خير على المنطقة برمتها. فالكثير منا يعرف تاريخ إسرائيل ما بدا حتى معاهدة بلفور، وكذلك انجلترا فاش دخلت المنطقة يعني وبغات تحيد يعني اليهود من بلادهم، يعني دارت لهم دولة تما كما كتعرفوا سياسة التهجير اللي كانت عالمية. وهي تجي لفلسطين، من فلسطين كتشوفوا يعني النكبات اللي توالت عليها. هاد الناس كون فيهم الخير هاد اليهود وكذا، وهادي علاش ما تشدهمش مثلا انجلترا وممكن امريكا اللي كتدعمهم بالسلاح ويعني كتدعمهم نقولوا يعني كل شيء يعني كل شيء يعني كيجي من امريكان كل شيء. علاش لي ما تعطيهم طرف مثلا اراضيها وتهني الوقت؟ لان هذا الصراع ما عمره غادي يسالي، وان هذوك الناس الفدائيين وان هاد الناس اللي كيحاربوا على بلادهم من حقهم يحارب على بلادهم، من حقه انه يدير اللي بغى، لان بلادو هذيك ما يمكنش شي واحد غادي يجي يدخل لك لبلادك غادي يحتل لك صحه وغادي تبقى تشوف فيه. راه واحد النهار غادي تكون عندك واحد النزعه انك خاصك ترد ديك البلاد ديالك، بغا وما بغاش شغلوا هذاك يعني بالحرب بفدائيين يعني باش ما كان. لان
هذاك حق ديالك وهذيك بلادك، وما يمكنش شي واحد غادي يجي يسيطر عليها. نرجعوا للسيناريو ديال الحرب، الا كانت حرب عالميه ثالثه، ان الا ناضت روسيا مثلا والصين، مستبعد لان الصينيين خدامين هما على الكوميرس، التجاره ديالهم، الصناعه ديالهم ما خصهاش تقاس. يعني ما تيبغيوش يقولوا، هما راه عارفين بان راه الفلسطينيين مظلومين وانهم راه على حق وان اراضيهم هذيك، ولكن ما يقدروش يقولوا حتى حاجه. علاش؟ لان التجاره ديالهم والمصالح ديالهم ما تيقدروش يهضروا، ما يقدروش يواجهوا العالم. لهذا دايرين واحد السياسه ديال الانحياز. ايران، يعني ايران هي اللي كتبان في المنطقه، ممكن انها تنوض واحد النهار وغادي تجي وغادي تقول انها كفى من هادشي، لان باقا فيها واحد النزعه ديال الاسلام المسلمين. وكذلك يعني هي شحال هادي كتوجد تقول ان فلسطين خصها تحرر. بالاضافه الى هذا انه من دول المنطقه ما يمكنش نعولوا على شي منطقه، على شي دوله من بين الدول اللي مثلا سوريا ولا العراق، ولا لان داكشي اللي دارت فيهم الامريكان ما بقى عندهم يعني كيفاش يديروا باش هما يساعدوا. كيبقى لنا روسيا هي دوله هي اللي بدات يعني كتعاني من ويلات الاتحاد الاوروبي، وكذلك امريكا، وبالخصوص امريكا. لكن امريكا راها يعني معروفه اشنو دايره في المنطقه، وان خصها كلمه اللي تبقى عندها هي الاولى، كلمتها العليا كما يقولوا. هنايا ناضوا هاد الدول غادي يقولوا ليها كافه، وباش غادي يقلبوا يعني على شي حاجه اللي هي غادي تنهي الصراع، انهم غادي يدعموا الفلسطينيين. وإلا تدعمات فلسطين يعني انت كتدعم اوكرانيا، انا غادي نوض غادي ندعم الفلسطينيين باش هما ياخذوا حقهم. ومن حق يعني من حق روسيا حتى هي تنوض وتطالب، يعني كما نقولوا يعني بحال راه حنا كنلعبوا بحال الصرونج. انت خديتي لينا اوكرانيا، انا غادي نجي الفلسطينيين اسيدي انا وغادي ندعمهم وباش ما بغيتش. يعني هنايا غادي نهضروا على تراجع التوازن العالمي والقوى اللي هي مشات شحال من عام هذه ما بقاتش، يعني نظرا للهيمنه ديال القطب الواحد على العالم. الان نتجه الى الثنائيه القطبيه، والثنائيه القطبيه راه حنا كنشوفوها راه قريبه ان شاء الله تكون. وهنا الى بدات الثنائيه القطبيه ما يمكن نقولوا الا انها غادي يولي اي خطوه تبغي ديرها شي دوله من الدول الكبيره خصها تفكر لها مزيان وخصها تستاشر، وما يمكنش تكون عندها يعني يد طويله تجي تدخل الدوله تخربها كذا، هذه ما يمكنش. يعني خاصها تكون داكشي مشاورات، داكشي يكون عنده يعني كما تنقولوا وزن عالمي وصيت عالمي. الحلقه ديالنا هنا سالات، ممكن يعني اقترحوا عليا مواضيع وفي هذا الخصوص نيت، يعني الموضوع ديال امريكا وديال يعني الحرب ديال فلسطين مع الاسرائيليين. يعني اللي عنده شي اقتراح وعنده هذه ممكن يفيدنا ويرسل لنا ونتوسعوا في النقاش. ولكم جزيل الشكر وشكرا لكم اخواني الكرام، وكنضرب لكم موعد غدا ان شاء الله بحال هذه الوقيته غادي نلوح لكم فيديو يعني. ولكن حبذا تشاركونا الاراء ديالكم ونكونوا على بينه كل شيء. تحياتي لكم وشكرا، الى اللقاء.